موضوع لؤي العاني أخذ أبعاد كبيرة مع إدارة الطلبة. الإدارة عندها إصرار كبير بأنه خلص نروح للقضاء، واللاعب هذا الموسم ما يمثل الزوراء. التعاقد من البداية كان قانوني، وشنو آخر الأخبار عن هذا الموضوع؟ احنا شوف مسألة لؤي العاني هي مسألة أخلاقيات، يعني جايز هو وقع بالخطأ، إدارة الطلبة وقعت بالخطأ. كل العالم من تتعاقد ويا اللاعب إذا محترف أجنبي حسب اللوائح اللي موجودة عندك تقدر تتعاقد وياه خلال 3 أشهر، خلال 6 أشهر، يعني حسب اللائحة اللي موجودة. بس اللاعب المحلي لأنه لاعب عراقي لاعب محلي لازم إلا ينتهي الدوري اللي هو دورينا 1/8. احنا عندنا العقد مكمل إلى 1/8. اشتكوا عليه بالمحكمة، اجى كتاب من المحكمة اي نعم على اللاعب، ما اشتكت على نادي الزوراء، قالوا لهم هذا اللاعب من حقه. اما بقى المبلغ اللي ماخذه النادي راح يعني شو وقت ما الاخوان في نادي الطلبه، تدري علاقتنا جيده جدا مع اداره نادي الطلبه، بس هذا العمل حتى لا ينجرون مره ثانيه. احنا كثير من اللاعبين جونا قبل ما ينتهي الدوري ما قبلنا، اي ولا لاعبين جلسنا، لانه الا ينتهي الدوري يعني الشغله حتى تصير اكو علاقات رصينه ومتينه باحترافيه بيننا وبين الانديه، حتى لا لاعب يدخل. فمساله لؤي العاني مساله قانونيه، وقلت لك راح هم يدزون لنا كتاب. مو القضاء ردهم القضاء على القانون، لانهم كانوا مشتكين عليه، رد القضاء. ويبقى احنا ان شاء الله هم المبلغ اللي ماخذه الولد راح يرجع لهم مبلغ القضاء رد الدعوه الخاصه بنادي الطلبه، ولؤي العاني لاعب لفريق الزوراء، لاعب نادي الزوراء، وشغلتنا اصوليه مو 100%، مليار بالمية.